السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، النهارده موعدنا الاسبوعي، بقدم لكم منيو 7 اكلات مختلفة. بسم الله ما شاء الله. هنبدأ المنيو بتاعنا الجميل. قبل كده ما نبدأ المنيو نصلي بينا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وتحط اللايك يا حبايبي وكومنت حلو زيكم كده وتفرحوني وتدعموني. بجد لايكاتكم الجميلة بتسعدني وتفرحني وبتكبر بخاطري. هنسمي الله، وقبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا الجميل نصلي بينا على الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، عملت معاكم رز بسمتي بسم الله ما شاء الله، جميل جدا، وعملته بالبهارات يا حبايب قلبي، جميل جميل، حاجة فاخر كده من الآخر. وعملت رز معمر وطبق سلطة يفتح النفس على الأكل، كان موجود عندي صدر بطاية برضو حمرته وعملته. وتبلت الوراك بتاعتنا الجميلة دي وسبتها حوالي ساعتين 3 وشويتها في الفرن ما شاء الله. وكانت أكل جميل جدا يا حبايب قلبي. وعملت عصير وعملت طبعا بلح وكل حاجة حلوة كده قدمناها في اليوم الجميل ده ما شاء الله. يلا يا حبايبي بقى، حطوا اللايك الجميل وفرحوني ويسعدوني بلايكاتكم الجميلة. اللايك يا حبايبي هو اللي بيرفع الفيديو ويخليه يبان لأكبر عدد من الناس. ده الاكل يا حبايبي قبل ما ارصه على الصينيه. ما شاء الله الرز البسمتي جميل جدا وريحته حلوه خالص، يفتح النفس كده على الاكل. والله يا حبايبي بجد عجب الولاد وعجب صحابهم. انا كنت عامله الاكل ده، كنت عازمه اصحاب ولادي، فكل واحد عملت له طبق زي ما انتم شايفين ما شاء الله. وده كان اول يوم في المنيو بتاعنا حبايبي. وبعد كده عملنا المنيو الجميل بتاعنا، طبق كفتة كده، كفتة الحاتي، حاجة فاخر من الآخر، وطبق بطاطس مقلي وطبق مخلل وطبق طحينة وعصير وجرجير. وانا هف عليا كده يا حبايبي طبق فول عملته زي ما انتم شايفين بالسمنة البلدي والسلطة الحاتي الجميلة اللي تفتح النفس على الأكل، اللي عايزة الأكلة وبتقول يلا تعالوا كلوني. شفتوا الكفتة وجمالها وحلاوتها؟ بجد تسلم ايديا وحياة عيني. وده يوم يا حبايبي من ايام المنيو الجميل بتاعنا. والبطاطس المحمره الحلوه دي ما شاء الله، والجرجير بسم الله ما شاء الله. وكان يوم حلو خالص، اكلنا بعيش ما شاء الله يا حبايب قلبي. وده تاني يوم في المنيو بتاعنا الجميل. والمية السلطة دي يا حبايبي روعة جميلة جدا. لو عايزين تشوفوا طريقتها ادخلوا على القناة هتلاقوا الطريقة. والطحينة دي جميلة جدا والعصير ما شاء الله. وده كان تاني يوم في الأكل بتاعنا الجميل في المنيو يا حبايبي. انتوا عارفين ان احنا في شهر رمضان، يعني مفيش يوم نضيعه كده من غير ما نعمل أكل حلو عشان الولاد طبعا صايمين. يلا نستحمل في الشهر ده، وبعد كده يا حبايب قلبي ده احنا بنقضيها بأي حاجة. بسم الله ما شاء الله على الجمال والحلاوة وشكل الكفتة كده. يفتح النفس. اللحمة دي يا حبايبي لحمة مجمدة أنا جايباها من لحمة الجيش، جميلة جدا زي ما انتوا شايفين. ده نص كيلو، عمل كمية حلوة خالص. بسم الله ما شاء الله. وده يوم يا حبايب قلبي عملت فيه بط، وعملت فيه محشي ورق عنب، وعملت فيه طبعا ابني ما باكلش البط، عملت له ورك من الفراخ. بسم الله ما شاء الله. برضو ده كان يوم من ايام الاسبوع. وعملت الكنافه الجميله اللي تفتح النفس على الاكل ده يا حبايب قلبي. لو عايزين تشوفوا طريقتها اتفضلوا على القناه هتلاقوا الطريقه. طريقتها سهله يا حبايبي وبجد حلوه وجميله جدا. المانجا والكريمه مخلياها ما شاء الله. وطبقين شوربه، وطبعا ده تمر هندي. وده كان فطار يوم من ايام الاسبوع يا حبايب قلبي. شفتوا الجمال؟ شفت الحلاوه؟ بجد ما استاهلش لايك على الجمال والحلاوه دي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وطبعا احنا ما ضيعناش يعني ولا يوم يا حبايبي. هنعمل ايه بقى؟ كل سنه وانتم طيبين. ربنا يعود علينا الايام بالف خير يا رب. والكنافه الجميله دي يا حبايبي طريقتها حلوه خالص. لو عايزين تشوفوها ادخلوا على القناه بتاعتي هتلاقوا الطريقه جميله جدا هتعجبكم. وطبعا لو عجبتكم يا حبايب قلبي يلا بقى لايكاتكم الجميلة وفرحوني كده ويسعدوني بيها. اهي بجد. شفتوا عاملة ازاي الكنافة دي يا حبايب قلبي؟ انا رصيتها في الصينية زي ما هي كده، وطبعا عملت عليها طبقة كريمة، وقطعت مانجا مكعبات وحطيتها على الصينية زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. ما كلفتنيش كتير، المانجا موجودة عندي والكنافة كانت عندي. ما جبتش الا الكريمة 100 جرام كريمة وعملتها زي ما انتوا شايفين. عجبت الولاد وعجبتنا واتاكلت يا حبايب قلبي. انتوا عارفين احنا في رمضان ما بناكلش حلويات كتير احنا يعني ولا فواكه كتير، بس من جمال الصينية دي الصراحة ما باتتش. بسم الله ما شاء الله. وطبعا السكر بتاعها خفيف، احنا ما بنحبش السكر الكتير. طالعة معانا الصينية ما شاء الله على الجمال والحلاوة. لو وصلتوا معايا لحد هنا يا حبايبي يلا بقى لايكاتكم الحلوة وكومنتاتكم الجميلة. وتقولوا لي كده حبايبي اللي متابعيني كده من اي بلد يقولوا لي كده
ويشجعوني كده ويفرحوني ويسعدوني بلايكاتهم الجميلة. بسم الله ما شاء الله. شفت انا قطعت حتة من الكنافة عاملة ازاي؟ طبقة كنافة وطبقة كريمة وطبقة مانجا ما شاء الله. وطبعا السكر بتاع الكريمة خفيف وبتاع الكنافة خفيف يا حبايب قلبي. يعني كانت الكنافة مقرمشة وجميلة جدا من حلاوتها. وطبعا اليوم الجميل بتاعنا ده عملنا يا حبايب قلبي محشي كمان. فاض مننا شوية محشي من اليوم اللي قبله. وعملت طبق لسان العصفور، وعملت طبق شعرية بلسان العصفور دي بديل الرز البسمتي يا حبايبي، وطبق سلطة. وبرضو تبلت فراخ وشوت. دول عملت 3 وراك زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. والله يا حبايب قلبي لما تتبلي الفراخ وتسويها 3 4 ساعات بتطلع معانا ما شاء الله جميلة جدا، وطعمها طبعا أحلى وأحلى. وده الرز يا حبايب قلبي، هو مش رز، هو لسان العصفورة مع شعرية. عاملينه كده بالتوابل بتاعتنا الجميلة، بس طالع معانا يعني حاجة حلوة خالص. وبيوفر معانا كتير ساعات بعمله. لما ما يكونش موجود عندي الرز البسمتي بعمله. وطبق المحشي ده فاض، لا هنرميه مش هنرميه طبعا، هنحطه على الفطار وناكله. وطبق السلطة ولسان العصفور، وكان باقي مننا طبق كنافة برضو حطيته على الفطار يا حبايب قلبي. وكل الأكل ده مشى اليوم بسم الله ما شاء الله. طبعا هو الأكل يعني هو مش يعني مكلف شوية، احنا طبعا أسرة صغيرة يا حبايبي، فأقل حاجة بتكفينا. وطبعا يعني ما ينفعش نضيع يوم في رمضان. ان شاء الله بعد رمضان هيبقى المنيو بتاعنا عادي خالص. يعني ربنا يعين الناس كده على حالها يا رب. وهنا يا حبايبي في اليوم ده انا عملت سمك شبار بسم الله ما شاء الله. السمك ده انا شوياه، وعملت طبق سلطة وطبق رز ابيض وطبق طحينة وطبق سردينة. ده سردينة دي في الصينية. ومخلي يا حبايبي فاض من يوم الكفتة شوية مية الحاتي. والله انا استخسرت ارميها، كان طعمها حلو يا حبايبي. وكل ما بتقعد بتحلو اكتر. حطيتها معانا على الاكل الجميل بتاعنا على الصينية الحلوة دي. وده اليوم يا حبايب قلبي كان يوم من ايام الاسبوع بتاعنا. بسم الله ما شاء الله. يعني الاكل يفتح النفس كده على الاكل والله يا حبايبي. يوم وجبة السمك دي انا يعني الواحد بياكل ويشبع احسن من وجبة الفراخ 1000 مرة. السمك ده بلطي الكيلو ب75، سعر السمك البلطي رفع خالص يا حبايبي. والسردينة كان الكيلو ب50، جبت ده نص كيلو. وزي ما انتوا شايفين هو ده كان فطرنا اخر يوم في المنيو بتاعنا الجميل. يا رب المنيو بتاعي يعجبكم وينول اعجابكم. ولو عجبكم حبايب قلبي شجعوني كده بكومنتاتكم الجميلة. وبكده خلصت معاكم حبايب المنيو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.